السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا جماعة في موضوع صعب ما لقوش حل. قلت اشوف المتابعين واشوف الناس الطيبة واشوف الناس اللي عندها فكر يحلوا لي الموضوع ده. يعني موضوع نزلوا على الكمبيوتر يصفر يقول لك مالوش حل. طبعا انا يا جماعة والله زي ما اكلمكم، انا بصحى من النوم الساعة 11 بالليل، يعني بطلع من البيت تكون الناس نامت، وارجع البيت عشان انام يكون الناس لسه صاحيه، يعني ما اشوفش حد ولا عاوز حد يشوف، مرتاح نفسيا في الناس دي هي. بس سبحان الله الناس ما سايبانيش في حالي، والله العظيم قسما بالله زي ما كانوا. يعني احكي لكم موضوع وبعد كده انتوا بالله عليكم بالله عليكم ما تحرمنيش من تعليقاتكم والحل ايه، عشان والله انا لو مشيت من البلد ما ارجع تاني، ولو لاقي بلد فاتح حتى تشاد يا سيب البلد وامشي عشان استريح من الناس اللي بسقولت. والله العظيم زي ما اكلمكم، يعني سبحان الله مش عارف اعمل ايه. طبعا جالي واحد صاحبي قريبي ساكن فين في حدائق المعادي، طبعا ده هو اشوفه كل شهرين مره كل 3 شهور مره، ماليش علاقه بيه، يعني ما فيش احتكاك ولا شغل ولا عمل مع بعض. جه مجوز بنته جديد، قابلني هيقول لي يا حاج مصطفى انت هتشتم ليه نسايبي؟ قلت له انا هشتم نسايبك؟ قال لي ايوه، ابو نسيبي كان قاعد وانت قعدت تقول ده احنا نسبنا مش عارف مين ونسبنا مش عارف مين ونسبنا الناس الوحشه ونسبنا كذا 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 كذا. قلت له انا؟ قال لي والله. قلت له قسما بالله العظيم انا نسايبك اصلا ما اعرفه، والله وفعلا قسما بالله قسما برب الكعبه اني نسايبه اصلا ما اعرفه، ولا ابو نسيبه اعرفه ولا ام نسيبه اعرفها ولا نسيبه اصلا اعرفه ولا ليا لقاء معاهم. قال لي انت مش كنت قاعد في الحته الفلانيه وكذا كذا كذا؟ قلت له فعلا انا كنت قاعد في المكان الفلاني وههزر انا فلان الفلاني. قلت له على اسم الراجل كنت اهزر معاه، ده صاحبه لينا هزار مع بعضينا وهنحكي مع بعضينا، اقول له كذا 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 كذا. قال لي لا ده نسيبي راح اشتكى لعمك واشتكى لفلان واشتكى لفلان. قلت له يا راجل اقول لك قسما بالله انا نسيبك ما اعرفه. طب يا عم روح اسال الراجل وانا هزر معاه. شوفوا الكلام ده راح للراجل ساله، قال له والله فعلا مصطفى كامل كان هيهزر معاك. راح قال لابو نسيب، ونسيب ده مصطفى يا جدعان ما يهزرش معاك، ده هيهزر مع فلان الفلان وفلان الفلان. جيجي ابو نسيبه من وراي يروح يسال الراجل اللي كنت ههزر معاه واتكلم معاه، قال له انت فعلا كذا؟ قال له والله فعلا مصطفى كان كذا 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 يهزر معايا انا وما دخلكش في اي موضوع، وهو اصلا قسما بالله ما يعرفكم، وانا قسما بالله العظيم 3 ما اعرفهم. طب يا ناس انا اعمل ايه؟ انتوا قولوا لي اعمل ايه بس. هقول لهذا الشخص اللي حياتني في دماغه كل شويه تحصل معاه مشكله يقول ده سببها مصطفى كام، تحصل معاه مصيبه يقول لك سببها مصطفى كام. هقول له انا يا حبيبي مش فاكر نفسي، ده انا عندي عبد الملك ابني ساعات انسى اسمه واقعد افتكر فيه بال10 دقائق اقول اسمه ايه اسمه ايه. يعني ما عنديش مخ ان انا افتكرك يا حاج. يا ناس سيبوني في حالي، يرحم والديكم يرحم والديكم، سيبوني في حالي.